كان دايما في تنافس في الفئة المتوسطة عن المعالجات القوية وتجربة الكاميرات المميزة، لأن في جزء كبير من الناس اللي بتنزل تشتري موبايل في أوائل الفئة المتوسطة بيكون مهتم إن هو ياخد معالج قوي وكاميرات مميزة. وهنا في موبايل فعلا بيقدم التوليفة دي وهو الريلمي بي 1 برو، ولحسن الحظ الموبايل ده مميزاته كتير قوي. معظم النقط برضه هنبدأ نقارن بينه وبين الأوبو رينو 12 اف، المنافس القوي جدا للموبايل ده وبنفس سعره تقريبا. مبدئيا الموبايل ده بيجيب ضمان سنة بلس شهر استبدال. فمن غير كلام كتير كده، لايك سبسكرايب صلى على النبي ويلا بينا نبدأ. خلينا نبدأ كالعادة بالديزاين. ريلمي بتقدم مستوى جديد من القوه والاناقه في الموبايل ده. انت لما بتبدا تحرك الموبايل تحت مصدر اضاءه كده بتحس ان الخطوط دي بتبدا تتحرك، بجد شكله فخم جدا، ونفس الديزاين اللي بنشوفه في موبايلات ريلمي في الفئه المتوسطه العليا من حيث الشكل والاعتماديه وتحمل الصدمات. ولكن ده مش بس اللي هيبهرك في الجانب ده، المبهر كمان ان الظهر هنا كيرف والشاشه كمان، فطبعا هيديك راحه بشكل كبير اثناء مسكتك للموبايل، على عكس طبعا الرينو 12 اف اللي جاي فلات من كل الاتجاهات. الموبايل ده جاي منه لونين، اللون احمر ولون لبني شكله شيك جدا. واخيرا ماتريال الجهاز هنا من البلاستيك. الموبايل هنا كمان جاي بشهاده معتمده للميه والغبار بريت اي بي 65، والرينو 12 جايب معيار اقل من كده اي بي 64. اي بي 65 ده هو مجرد معيار امان مش اكتر من انه يحافظ على الموبايل لو جت طرطشه ميه عليه بالغلط ولا حاجه. طيب نقلب بقى الموبايل ونشوف الشاشه هنا بتقول ايه. الشاشه هنا كيرف يا معلم، وده ناقل فخامه الموبايل فعلا لحته ثانيه، مع استغلال حواف الشاشه ممتاز فعلا، تقريبا من اصغر البيزلز اللي ممكن تشوفها فعلا في الفئه السعريه دي. الشاشه هنا اموليد بمساحه 6.67 انش بفريش ريت 120 هرتز، ومستوى السطوع هنا بيوصل ل 950 نت. طبعا الشاشه هنا اموليد، فانت هتاخد تجربه ممتازه على مشاهده اي محتوى. هنا شاشه من الاخر ما فيهاش اي غلطه، تباين وكواليتي ممتاز فعلا، وطبعا معاك 120 هرتز فهتاخد تجربه سكرولنج سلسه جدا، والحته دي هتفيدك اكتر في الالعاب. مش هتاخد تجربه مختلفه من حيث المواصفات باي موبايل تاني موجود في الفئه السعريه دي، باستثناء حاجه معينه موجوده هنا، وهي عدد النتس اللي بيدعمها الشاشه هنا. بالنسبه لعدد النتس اللي الشاشه هنا بتوصل له، هو في الواقع عدد كويس جدا ومش هتعاني تماما تحت اشعه الشمس، ولكن ده مش اقوى عدد نتس ممكن الشاشه توصله في الفئه السعريه دي. في شاشات موبايلات تانيه في نفس الفئه السعريه دي بتقدم عدد نتس اعلى من كده، شاشات بتوصل لمستوى سطوع 1200 نتس. يعني اقرب حاجه للموضوع اللي انا بكلمك فيه ده الرينو 12 اف، مستوى سطوع هنا بيوصل ل 1200 نتس. اكيد الرينو 12 اف متفوق في الحته دي، لكن ستيل هو عدد كويس ومش هتعاني زي ما قلت لك. اما بالنسبه للمعالج فريلمي استخدمت معالج من كوالكوم وهو السناب دراجون 6 جين 1، وجايب ميموريه تصنيع 4 نانومتر، بيجي ب 12 جيجا رام، وتقدر تزود الرام تاني من السوفت وير لحد 12 جيجا رام، ويبقى التوتال معاك 24 جيجا رام. خليني بقى اكلمك عن المعالج هنا. هو مبدئيا كده المعالج ده قوي جدا، بناء على ارقام كتير بتوضح ان فعلا المعالج ده من اقوى المعالجات الموجوده في الفئه السعريه دي، هو اقوى من الدايمنستي 6300 اللي موجود في الرينو 12 اف. كارقام ال 6 جين 1 اقوى واعلى فعليا، ولكن ده ما يهمناش في شيء قد التجربه الفعليه. والحقيقه مفيش فرق، او الفرق مش ملحوظ ما بين الجهازين في فتح الابلكيشنز، مفيش فرق تماما ما بينهم، خصوصا ان واجهه اوبو وريلمي مفيش فرق ما بينهم، واجهتين خفاف جدا ومن اخف الواجهات اللي فعلا ممكن تتعامل معاها. ولكن لو هنتكلم في نقطه الجيم فهتلاقي في فرق اكيد، ونقطه التفوق اكيد هتروح للمعالج الاقوى او اللي ارقامه اعلى. الارقام فعلا بتفرق في تجربه المهام التقيله، يعني ببجي هتشتغل معاك على سيتنج اتش دي ار واكستريم فريم ريت. تجربه اللعب فعلا سلسه جدا، وممكن تكون اسلس تجربه اللعب فعلا في الفئه السعريه دي، وده لان انت هتلعب هنا على 60 فريم بشكل ثابت، على عكس التجربه طبعا اللي هتاخدها من رينو 12 اف. رينو 12 اف هتقدر تلعب على 40 فريم اخرى، دي اعلى سيتنج ممكن توصل لها. لذلك انت لو جيمر او مهتم بالحته دي جامد، فالمقارنه محسومه اكيد لصالح الريلمي هنا. وسؤال مهم جدا اكيد هيطرح هنا، هل البطاريه اللي موجوده في الموبايل ده هنا هتسد معاك؟ بص يا معلم، بشكل مبدئي كده الموضوع مش بيعتمد بس على سعه البطاريه، الموضوع ده بيعتمد على اكتر من عامل بيساعد ان هو يديك تجربه استخدام اطول من حيث البطاريه. اولا واجهه ريلمي خفيفه جدا فمش بتستهلك طاقه بشكل كبير هنا. ثانيا معماريه تصنيع المعالج 4 نانومتر، وكل ما الرقم ده يقل كل ما المعالج هنا ينتج حراره اقل وهيكون موفر لاستهلاك الطاقه، ودي اكيد من العوامل اللي بتساعدك انك تاخد تجربه اطول من حيث البطاريه هنا. المهم سعه البطاريه هنا كبيره 5000 ملي امبير، فنتيجه العوامل دي هتاخد اداء بطاريه ممتاز. والشحن هنا جاي في علبه الموبايل بقوه 45 واط، وبيشحن الموبايل بشكل كامل تقريبا في ساعه او ساعه وربع. ورينو 12 اف جايب بنفس المواصفات 5000 ملي امبير ساعه بطاريه و45 واط، والشحن جاي في علبه الموبايل عادي. مفيش فرق واضح في الحته دي ما بين الجهازين هنا. وبالنسبه للان اف سي للاسف غير داعم هنا، في حين ان المنافسين بيدعموا الاوبشن ده عادي. الرينو 12 اف بيدعم الاوبشن ده، فدي اكيد نقطه تفوق لصالح الاوبو هنا. وبالنسبه للكاميرات بقى يا معلم، فالريلمي بي 1 برو جايب كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل و15 من سوني اسمه الاي ام اكس 882، ونفس السنسور ده هتلاقيه موجود في رينو 12 برو، الموبايل اللي حاليا معدي سعره ال 15000 جنيه. فكون ان يكون موجود السنسور ده في موبايل بالسعر ده دي حاجه مبهره جدا. كاميرا الالترا وايد هنا 8 ميجا بكسل، واخيرا كاميرا السيلفي 16 ميجا بكسل. وتقييم لتجربه الكاميرات هنا على مستوى التفاصيل والديناميك رينج ممتاز الحقيقه، في تفاصيل كتير هتاخدها في الصوره، ومقارنه بموبايلات تانية كتير كاميرا الريلمي في التفاصيل والديناميك رينج ممتازه. الشارب او حده الصوره خاصه لما تزوم الموضوع هنا بيتم فعلا بشكل مثالي، وطبعا ده بفضل سنسور سوني اللي مديك
نتائج ممتازه هنا. لكن في الاضاءه المنخفضه هتلاحظ ان الاوبو هنا مش بينور الصوره قوي بحيث ان هو يديك تفاصيل كتير في الصوره، غير ان هو بيظبط الديناميك رينج هنا. على الجانب الاخر الريلمي هنا بينور الصور بشكل مبالغ فيه وبيخلي الالوان مشبهه اكتر من المقبول. لوك ريلمي افضل، عاجبني قوي. الاضاءه المنخفضه هنا الاوبو عجبني جدا. فطبعا انت شفت النتائج اللي خارجه من كاميرات الموبايلين، تقدر انت تحدد وتشوف المناسب بالنسبه لك او اللوك اللي عجبك تحديدا. وطبعا الريلمي هنا 16 ميجا بكسل كاميرا السيلفي، والاوبو هنا 32 ميجا بكسل. بعيدا عن الارقام ولكن التفاصيل في الموبايلين متقاربه جدا، بالرغم من اوبو بيدعم عدد بكسلات اعلى في كاميرا السيلفي هنا، ولكن التفاصيل في الموبايلين متقاربه جدا، بل في الريلمي متفوق بنسب في التفاصيل. ولو نقلنا على وضع تصوير الفيديوز هنا هيظهر معانا برده فرق لصالح الريلمي وهو كواليتي الفيديو. انت تقدر تصور فيديو بكواليتي 4K على 30 فريم في الثانيه، ورينو 12 اف ما عندكش اوبشن ال 4K هنا، اخرك 1080، مفيش اوبشن اعلى من كده تقدر توصل له. الريلمي افضل اكيد لانه بيدعم اوبشن هنا ال 4K. اما بالنسبه للاسعار في مصر النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 13700 جنيه، واكبر نسخه من الموبايل ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر حوالي 14600 جنيه، ضمان محلي مش ضمان دولي. اما بالنسبه لسعر الاوبو رينو 12 اف في مصر النسخه ال 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر حوالي 13100 جنيه، والنسخه الاكبر ال 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 14800 جنيه، ضمان دولي مش ضمان محلي. فبس كده يا معلم، انا شايف ان ريلمي فعلا بتقدم في الموبايل ده قيمه مقابل سعر، فعلا كاميرات ممتازه جدا ومعالج قوي جدا وشاشه فعليا قويه جدا، بغض النظر طبعا عن عدد النتس اللي بيدعموا الشاشه هنا لان دي تضحيه كده كده. وتقريبا من خلال المقارنه دي انت قدرت تحدد الموبايل المناسب لاحتياجاتك. وبس كده يا معلم، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت حلو لو لسه ما عملتش اي حاجه من الحاجات دي، وبالمره وانت تحت تقول لي في كومنت هتشتري انهي موبايل فيهم، ايه الموبايل المناسب لاحتياجاتك. بس كده يا معلم، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.